بسم الله، مرحبا بكم أحبابي في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة أصابع البطاطا، وصفة شابة بزاف، مكونات بسيطة وتجي ضربة في البنة. خليكم معايا في الوصفة وطريقة التحضير. راح نحتاجو كيلوغرام تاع البطاطا، راح نغلوه في الماء والملح بيه بالقشور تاعه. بعدها راح نعبزو عليه بالفرشيطة ولا بأداة البطاطا ونخلوه يرتاح لنا في الثلاجة شوية. بعدها راح نحتاجو حبة تاع البيض مع صفار بيضاء، كأس جبن مبشور، نصف كأس حليب، ملح، فلفل أسود، والخبز مرحي وبايض البيض. هنا أول حاجة راح ندخلو الحليب تاعنا تدريجيا في هذيك البطاطا. بعدها راح نضيفو البيض تاعنا ونلمو جميع المكونات. بعدها راح نضيفو الفلفل الأسود والجبن المبشور ونلمو جميع المكونات تاعنا. بعدها راح نشكلوهم على شكل أصابع ونرمدوهم في بايض البيض، بعدها الخبز المرحي. ونصيحة، إذا كانت البطاطا تاعك جديدة وشكيتي فيها تنتحلك في المقلاة، عاودي رمديها بور لا دوزيام فوا في البيض والخبز المرحي، رمديها دو فوا. هنا أنا الأصابع تاوعي أنا نفضل أنو نقليهم في الكسرونة هكا باه متديناش زيت بزاف وفي نفس الوقت تعطينا كامل الحبة تاعنا. وهكذا راح نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باه يوصلكم كل جديد، وتشاركوني آراءكم وتعليقاتكم.